طيب احنا خلاص خلصنا وحطينا الدولار. تمام. هتلاقي في عندك لسه حاجة اسمها طريقة الدفع. طريقة الدفع انت بتدخل عند الاعدادات وتختار الدفع. هتفعل الدفع عند الاستلام علشان الافيليت بيبقى الدفع عند الاستلام، مش بيدفع لك هو فيزا او الكلام ده كله. تمام. فالدفع عند الاستلام. تاني حاجة هتنزل تحت شوية، دي البيانات اللي هتظهر للعميل وهو بيطلب الأوردر. يعني هو دخل يطلب ده، وبعد كده شراء، هيجي من الدفع هيطلب منه كل البيانات دي. انت لاحظت انا دخلت على كام خطوة علشان اجي ادفع؟ طبعا مفيش عميل هيجي يعمل كل الكلام ده. حط في دماغك ان العملاء تنكين، هو قدامه ناس كتير بتبيع نفس المنتج وعمال يقلب في التليفون وبس. فانت هتعمل حاجة حلوة خالص. اول حاجة هنسيب الاسم، نشيل الاسم العائلي، نشيل البريد، عايزين الهاتف. تمام. عايزين المنطقة، مش عايزين المدينة. هتعمل هنا تعديل، بدل الفيرست نيم هتكتب الاسم، والهاتف هتكتب رقم الهاتف. تمام. محتاجين ايه تاني؟ محتاجين العنوان بالكامل. تعمل حفظ. نيجي نبص، نرجع تاني على الموقع، نشوف لو عملنا شراء، ضغط. برضو بص، لازم يروح السلة الأول. وي أنا هوريك دلوقتي طريقة تخليه يشيل كل ده. المهم ادي الاسم والرقم الهاتف والعنوان. في عندي حاجة تحت اسمها عنوان الشحن والفاتورة والكلام ده كله. هتيجي هنا، بس كل اللي هتعمله هتلغي التفعيل ده. تمام. وفي دي نخليها شحن مجاني ونعمل حفظ. تمام. هتيجي تطلع فوق عند المتجر، تصميم، إعدادات المنتج، نموذج الخروج السريع، هتفعلها وأقول لك دلوقتي دي بتعمل ايه. نموذج الخروج السريع ده، أنا عجبني منتج، هعمل شراء على طول. من بره هنا هيكتب بياناته ويعمل طلب على طول من غير ما يدخل السلة ولا الكلام ده كله. تمام. في حاجة تانية برضو، إن أنا محتاج أخلي اضغط هنا للطلب دي تبقى معايا في وأنا بطلع وأنا بنزل. مثلا هاجي عند إعدادات متقدم، هقوم دايس تثبيته على الهاتف وتثبيته على الحاسوب متقدم. تمام. نعمل حفظ، نعمل ريفريش. هتلاقي اضغط هنا دي مهما طلعت ومهما نزلت هي ثابتة قدام العميل على طول. تمام. أنا بس نفضي السلة دي. تمام. أنا غيرت اللوجو هنا، تقدر تغير اللوجو من الإعدادات. تمام. ده اللوجو بتاع الموقع بتاعك، تقدر تغير فيه براحتك. وهنا تقدر برضو من المتجر، تصميم، تقدر تغير الألوان بتاعتك وتغير كل اللي انت عايزه. تقدر تغير الكلمة دي عرض خاص، توصيل بالمجان، ودفع عند الاستلام. ده كويس، أنا شايف إن هي كويسة. أهم حاجة دلوقتي إن احنا عايزين نضيف المنتجات. هتدخل على المنتجات، جميع المنتجات دي منتجات عشوائية، احنا عايزين نمسحهم، نسيب مثلا منتج واحد بس، أوريك ازاي تعدل عليه أو ترفع منتج جديد. دوس على تعديل المنتجات.
تمام كده احنا وصلنا لأهم نقطة. عايزين نختار منتج، ولو مثلا عمولة 40 ريال، نختار المنتج ده، نضيف اسمه، ناخد ده كوبي ونضيف اسمه كده. عايزين هنا ده اللينك اللي هيظهر، ممكن نسميه مثلا الاسم بتاعه اولي اكس اس 3. تمام. ممكن برضه ناخد ده كده كوبي ونضيف هنا. تمام. دي مميزات بتاعته. احنا ممكن نعمل برضه ايه، نخلي دي كده في النص ونكبرها شوية، نديها لون او بلاش لون. تمام. هنا بيقولك ان سعره 330 ريال، ليك فيهم 40 ريال. طيب احنا قايلين ان الشحن مجانا، وفي السيستم ده الافريد ده ان الشحن ب20 ريال، فانت هتضيف ال20 ريال، تخلي سعره ب350. هنا مثلا 350. دي لو انت مثلا عايز تحط السعر اللي هو زي كده بالظبط، ان هو بدل 375 مثلا نكتب بدل 420. ماشي. الصور هتمسح الصورة دي، انا محمل الصور بتاعته. تمام. تقدر تاخد الصور دي كلها كده وتعمل اوبن. نحط مثلا الصورة دي في الخلفية. تمام. المتغيرات دي مش هنحتاجها. منتجات ذات صلة دي لو انت عايز منتجات تضيفها بحيث ان هي تظهر تحت المنتج ده. طبعا مش مفيش هنا منتجات لان احنا لسه محطناش منتجات. تحسين محركات البحث، انت هنا بتحط برضو ايه الاسامي بتاعة المنتج او كلام يقدر ان هو يفيدك في السي اي او يعني. مثلا ناخد الجملة دي ودي نفس الكلام كده. ناخد مثلا من الأول هنا كده ونضيف، نلغي الصورة الوصفية دي، نحط صورة. تمام. نراجع كده على اللي احنا عاملينه، نعمل حفظ نقاش، نشوف المنتج بتاعنا. هتلاقيه ظهر بالمنظر ده 350 بدل 420. تدخل عليه هتلاقي البيانات، العداد ده انت ممكن تشيله عادي براحتك، سعرها مش عارف ايه، برضو كل الكلام ده بيبقى موجود. لو هو هيطلب هيكتب اسمه وعنوانه والكلام ده كله وخلاص. تمام. في هنا التصنيفات دي، تدخل هنا على التصنيفات. هو هنا عامل لك تصنيفات موجودة، مثلا أنا عايز قسم مثلا إلكترونيات، قسم مثلا أدوات منزلية، وهكذا. هنا مثلا ممكن أكتب إلكترونيات. تمام. إلكترونيات برضو. تمام. وممكن نشيل الصورة دي ونحط مثلا صورة أي حاجة فيها إلكترونيات، ممكن نحط صورة التليفون برضو مش مشكلة. تمام. حفظ.
لو جينا دخلنا على المنتجات، عايزين نخلي التليفون ده جوه التصنيف بتاع الإلكترونيات، تيجي هنا تختار إلكترونيات. تمام كده هيظهر جوه الإلكترونيات. بمعنى إيه؟ طيب احنا ضفنا كده الجوال في قسم الإلكترونيات، عايزين نضيف حاجة كمان في الأدوات المنزلية. نعمل إضافة منتج، نختار مثلا في المفرمة دي سعرها كويس، وفي الخلاط ده سعره كويس ولاسلكي، نختار ده تقريب مثلا نجرب. خلاط محمول ولاسلكي 350 مللي، ناخد العنوان ده كده. تمام، ناخد ده هنا، هو هيترجم لوحده. ناخد البيانات بتاعته. ماشي، تمام. سعره 110 ريال، والشحن 130 ريال. احنا ممكن نكتب هنا 130 ريال، وعايزين نزود مثلا العمولة بتاعتنا 130 ريال، بالتالي 30، نقول مثلا 140 ريال يعني. ماشي، 140 ريال بدلا من 220 ريال. الصور، رفع الصور، اختار. انا برضو كنت محمل الصور بتاعته، خلاص محمول. تمام. ناخد ده كده علشان برضو يبقى الوصف بتاعنا كويس. نختار مثلا، ماشي الصورة دي كويسة، نحطه في أدوات منزلية. تمام. نعمل حفظ. لو جيت دخلت هنا كده في الشوب مش هتلاقي المنتجات، المفروض بتدخل على التصنيفات، هتلاقي التصنيفات بتاعتك هنا. الإلكترونيات حاطين الجوال، وهنا الأدوات المنزلية حاطين الخلاط. تمام. في ممكن في حالة إن أنت لو دخلت على الصفحة الرئيسية وملقتش المنتجات بتاعتك، هيبقى بسبب إن أنت تدخل على المتجر، تصميم، إعدادات المنتج، متقدم. لا مش هنا الأقسام، ولا هنا برضو. إعدادات الصفحة الرئيسية، تدخل على إعدادات الصفحة الرئيسية. بص، في الطبيعي بيبقى ده مفيش هنا تصنيفات، هنا دوسنا حفظ ورحنا هنا على الصفحة الرئيسية عندك هتلاقي برضو. طيب أمال هو أنا، هي موجودة برضو. المهم يعني أنت ممكن تلاقي ده فاضي وتلاقي ده فاضي، فأنت علشان تخلي المنتجات بتاعتك تظهر، بتختار من هنا التصنيف بتاعك. يعني مثلا احنا هنحط تصنيف الإلكترونيات، وهنحط هنا مثلا تصنيف الأدوات المنزلية. هنا الجملة اللي بتبقى مكتوبة الأول، يعني هنا المجموعة مميزة 10 على كل ما تريد. ممكن مثلا هنا نكتب آه، أفضل المنتجات التقنية، وممكن نعمل هنا شحن مجانا لحد اللي هو مثلا كام منتج. براحتك ممكن تحط مثلا 10. النوع بقى انت بتختار برضو النوع، هنا نختار برضو 10، ونحط هنا شحن مجانا، وهنا مثلا ضمان على كل المنتجات. نعمل حفظ.
نخش هنا تاني نعمل ريفرش، هتلاقي أفضل منتجات شحن مجانا، هنا ضمان مش عارف ايه شحن مجانا. كل ما تحط حاجة في الأدوات المنزلية طبعا تقدر تزود تصنيفات براحتك، إضافة قسم. ماشي. بس ده كده احنا حطينا المنتج، وخلاص كده احنا معانا منتجات، وهنستنى ان احنا نجيب اوردرات. ان شاء الله الفيديو اللي جاي هيبقى ازاي نسوق للمنتجات دي ويجيلك اوردرات على طول بإذن الله.